احنا اكتشفنا ديلرز جوه الكنيسه. في ناس بتيجي الكنيسه عشان توزع مخدرات. والله انا عندي يا فندم يعني يمكن ده احسن منك شويه. طب ده بيعمل حاجه وهو عارف ان هو بيعمل حاجه غلط، لكن انت بتديهم خمره يشربوها ويعبدوها وبتقنعهم ان ده صح. بالله عليكم مش ده كلام طبيعي؟ يعني اللي بيعمل كده ده بيعمل هو عارف ان هو بيعمل حاجه غلط. ولو احنا قلنا يعني طبعا ما فيش حرام وحلال في المسيحيه، بس الشيء لا يليق وده مخالف للقانون، تمام. انت بتخليهم يعبدوا خمره ويكونوا شايفين ان ده جميل قوي. الناس دي فين الناس دي؟ هل الكنيسه بتتستر عليهم وتقول لهم امشوا ما تعملوش كده تاني زي ما عمل يسوع مع المراه الزانيه التي امسكت في ذات الفعل في يوحنا 5:8 من 1 ل 12؟ صح؟ عرفتوا ليه قصه المراه الزانيه بتشيع الفاحشه يا شباب؟ عشان اللي انت بتبيع ليه يا ابني كده؟ امشوا ما تعملش كده تاني بس خلاص. طب في قانون؟ لا 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 لا، ده من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. عرفتوا ليه بتشيع الفاحشه؟ الايمان المسيحي باني قصه كبيره على قصه المراه التي امسكت في ذات الفعل، وبناء على الفيديو ده المسيحيين يقول لك من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. دي كنيسه، الله اعلم بحال الكنائس الثانيه. ما دام ده موجود اكيد يبقى في حالات ثانيه موجوده. ديلرز مش واحد، ده بالجمع. ديلرز مش بيقول ده احنا شفنا ديلر، لا بالجمع احنا شفنا كذا واحد يعني في الكنيسه بيعمل كده. فلما يجي يعمل كده فين الحالات اللي الكنيسه سلمت الناس دول للشرطه؟ فين المحاضر دي؟ ولا انتوا مش بتسلموهم عشان يسوع قال للمراه الزانيه ما تعمليش كده تاني وامشي؟ صح ولا انا غلطان؟